السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هقدم لكم 4 انواع من الكيك كده حلو قوي، حلو للمصايف، للرحلات، للنوادي، لفطار الصبح. وكمان هقدم لكم كيكايه كده رهيبه ببيضه واحده، كيكه اقتصاديه جدا، طعمها بجد يا بنات لذيذ. يلا بقى قبل ما نبدا الفيديو، لو بتشوفوني اول مره انا ام رودي، لايك وشير واشتراك في القناه لو الفيديو عجبكم. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا. اول نوع من الكيك هيكون كيكه بصوص الشوكولاته. هنحتاج 3 بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني مخرجاهم من التلاجة بساعه الاقل قبل ما اشتغل في الكيكه. كمان عندي رشه من الفانيليا، وكمان عندي كوبايه من السكر. هنا كوبايه السكر تقدري تزودي سكر لو انت حابه او بتحبي الكيكه بتبقى مسكره شويه، بس انا شايفه ان الكوبايه دي كفايه قوي. هضرب كله مع بعض لحد ما السكر يدوب تماما والخليط يبقى لونه فاتح. اتاكدت خلاص ان الخليط بقى لونه فاتح والسكر داب تماما، هبتدي انزل ببقيه المكونات، وهي كوبايه من الزيت، طبعا الزيت يبقى نباتي، معلقه صغيره من الخل، كوبايه من الحليب. المكونات اللي انا هشتغل في الكيكه لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، بتفرق في النتيجه النهائيه للكيكه. هضرب كله كده مع بعض. هبتدي اجهز المواد الجافه. عندي كوبايه ونص من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره من النشا، رشه من الملح، نص كوبايه من الكاكاو الخام. الكاكاو طبعا يبقى خام مش محلى، يعني بدون سكر. هبتدي انخل ده كله كده مع بعض. طبعا هنا لازم يتنخل مره واثنين وثلاثه عشان انا عايزه الهواء يدخل في الكيكه عشان الكيكه تبقى هشه. هقلب كله كده مع بعض وكده المواد الجافه تكون جاهزه. هبتدي انزل كده بالمواد الجافه على المواد السائله، وبرده هنخلها، لازم تتنخل اكتر من مره عشان الكيكه زي ما قلنا تبقى هشه معانا. هبتدي بقى اضرب المواد الجافه مع المواد السائله كلها مع بعض كده، الاول على سرعه بطيئه، وبعد كده هبتدي ان انا اعلي السرعه لحد ما كل المواد كلها كده تختلط مع بعض. وانا بضرب بقى اي حاجه هتطلع في الجوانب كده هبتدي ان انا انزلها بالمعلقه وابتدي ان انا اضربها تاني. اهم حاجه الخطوه دي، لان طبعا اللي على الجوانب ده هيكون مش مضروب، لازم ننزله عشان يضرب مع بقيه الخليط. بلاش نضرب في الكيكه كتير، لان احنا لو ضربنا في الكيكه كتير هتهبط معانا، انا مش عايزه الكيكه تهبط. عندي بقى الصينيه اللي انا هسوي فيها الكيكه دهنها زيت كويس جدا، وابتدي اعفرها كده بمعلقه من الكاكاو الخام. طبعا حطيت خليط الكيكه في الصينيه وابتديت ان انا اخبط الصينيه كده 3 4 خبطات، لان انا مش عايزه اي هواء زياده في الكيكه. حطيتها في الفرن في الرف الوسطاني. اول ما تستوي مش هخرجها على طول من الفرن، يعني هطفي الفرن كده واسيب باب الفرن موارب لمده 5 دقايق، وبعد كده هخرجها من الفرن. بعمل ليه كده؟ عشان لو خرجتيها هي وسخنه على طول هتهبط معاكي. بعد ما الكيكه ابتدت ان هي تبرد شويه كده، ابتديت ان انا اجيب خله كده وابتديت ان انا اعمل فتحات، لان انا عايزه الكيكه تشرب صوص الشوكولاته. صوص الشوكولاته ده يا بنات مفيش اسهل منه. كوبايه من الحليب، نص كوبايه من الكاكاو الخام، نص كوبايه من الزيت، كمان عندي 3 معالق من السكر. ضربت كله في الخلاط وكده صوص الشوكولاته بيبقى جاهز. سريع جدا يا بنات، صوص الشوكولاته مش بياخد وقت خالص، يعني اسهل واسرع صوص ممكن تعمليه. ده بقى بيكون شكل كيكه، شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله تحفه جدا، اللهم بارك، شكلها يفتح النفس. وده كان اول نوع من الكيك. نيجي بقى نشوف تاني نوع من الكيك، وهي كيكه التايجر. كيكه كده قمر، كيكتين في كيكه، كيكه شوكولاته وكيكه فانيليا، حاجه كده طعمها زي العسل. هنحتاج ايه بقى بكيكه التايجر؟ اول حاجه كده عندي بيضتين بدرجه حراره الغرفه، يعني مخرجاهم من التلاجة قبلها بساعه على الاقل، كوبايه من السكر، سكر طبعا حبيبات، كمان يا بنات عندي كوبايه من الزيت، وكمان هاخد كوبايه من الحليب. الكوبايه اللي انا عايرت بيها المواد السائله هي اللي انا هعاير بيها المواد الجافه، تمام. كمان عندي رشه من الفانيليا. هبتدي بعد كده اضرب كله كده مع بعض لحد ما السكر يدوب تماما. بعد كده يا بنات ابتديت ان انا اجهز المواد الجافه. المواد الجافه الكوبايه اللي انا عايرت بيها المواد السائله هي اللي انا هعاير بيها المواد الجافه. عندي كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من النشا، رشه من الملح، باكيت من البيكنج باودر. انا هنا بستعمل كيك شيف لان الكيك شيف بيخلي الكيكه لونها فاتح، تمام. هقلب كله كده مع بعض وكده المواد الجافه بتكون جاهزه. بعد كده يا بنات هاخد نص كميه الدقيق، وهي كوبايه واحده بس، هنزل بيها على المواد السائله، وهبتدي ان انا اضرب المواد كلها مع بعض. طبعا هنا انا بنخل لان انا عايزه ادخل الهواء في الكيكه عشان الكيكه تبقى هشه وطريه معايا. ابتديت بقى اضرب كوبايه الدقيق اللي انا حطيتها على المواد السائله لحد ما الدقيق يختفي تماما. بعد كده يا بنات هجيب معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهبتدي انزل بربع كميه خليط الفانيليا على الكاكاو. نقلب كله كده مع بعض، وكده خليط الكاكاو بيبقى جاهز. نسيب بقى خليط الكاكاو على جنبه كده بيكون جاهز. نيجي بقى لخليط الفانيليا. هبتدي بقى اضيف كوبايه الدقيق اللي انا كنت سايباها على جنب، ونضرب كله مع بعض لحد ما الدقيق يختفي تماما، وكده خليط الفانيليا كمان بيكون جاهز. بلاش نضرب كتير في الكيكه زي ما اتفقنا، ادوبك كده نخلط المكونات مع بعض. ضرب الكيكه بيخلي الكيكه تهبط. جبت بقى القالب اللي انا هعمل فيه الكيك.
طبعا انا دهناه زيت كويس جدا ومعفراه برشه من الدقيق، وهبتدي اول حاجه انزل كده بالخليط بتاع الفانيليا. بعد كده نزلت بخليط الشوكولاته، هبتدي اوزعه كويس كده في قلب الصينيه، انا مش هوصل للاطراف يعني في قلب الصينيه. هبتدي بقى اكرر نفس الخطوه دي لحد ما كميه الخليط بتاع الكاكاو وكمان خليط الفانيليا يخلصوا. بس اهم حاجه اخر طبقه كده عايزاها تكون فانيليا، تمام؟ زي ما احنا شايفين هنا اخر طبقه كده بتكون من ايه؟ الفانيليا. هبتدي بقى انزل باخر طبقه وابتدي ان انا اخبط الصينيه 3 4 خبطات كده، لان انا مش عايزه هوا زياده في الكيكه. وهبتدي احطها في الفرن، طبعا في الرف الوسطاني. ما شاء الله يا بنات، زي ما انتم شايفين الكيكه عملت لها اختبار، الكيكه مستويه وزي العسل. هبتدي ان انا اقلبها كده على طبق التقديم، وده بيكون بقى شكلها. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله تحفه يا بنات، وطعمها بجد لذيذ جدا. كيكتين في كيكه واحده. كيكه يا بنات قمر بجد، خفيفه وهشه كده وطعمها لذيذ جدا. ودي بقى يا بنات كانت تاني نوع من الكيك. نيجي بقى يا بنات لتالت نوع من الكيك، وهي كيكة اقتصادية جدا. زي ما قلت في اول الفيديو هنعمل كيكة ببيضة واحدة. دي طبعا يا بنات كيكة ببيضة واحدة، ايوه القمر ده والجمال ده كله ببيضة واحدة. شايفين هشة وطرية وطعمها بجد مميز جدا. عملت كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة بس. نيجي بقى نشوف هنعمل كيكة الشوكولاتة او هنحتاج في كيكة الشوكولاتة ايه. اول حاجة هنجهزها هي المواد الجافة. عندي يا بنات كوباية ونص من الدقيق، عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام. طبعا الكاكاو يبقى بدون سكر. كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هي كربوناتو، رشه من الملح. كده المواد الجافه بتكون جاهزه. قلبت كله كده مع بعض. طبعا الدقيق انا نخلاه اكتر من مره. محتاج بقى في المواد السائله، عندي بيضه بدرجه حراره المطبخ، رشه من الفانيليا، كوبايه من السكر. هبتدي اضرب كله مع بعض لحد ما السكر يدوب تماما والخليط بقى يبقى لونه فاتح وكريمي. هبتدي بعد كده اجيب نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الحليب. تقدري هنا تستعملي المضرب اليدوي بدل المضرب الكهربائي، لان الكيكه مش بتحتاج ضرب كتير. تمام؟ كيكه كده بسيطه وسهله وخفيفه وطعمها كمان مميز جدا. بعد كده يا بنات هبتدي اضيف المواد الجافه على المواد السائله، بس هننخل زي ما اتفقنا، لازم ننخل عشان الكيكه تبقى هشه وطريه. بعد كده هبتدي ان انا اضرب كله مع بعض لحد ما اتاكد ان الدقيق اختفى تماما. اتاكدت ان الدقيق اختفى تماما، هبتدي انزل بنص كوبايه من الميه المغليه. الميه تبقى مغليه يعني نجيبها من الكتل. نضرب بقى، هنحس ان الخليط اتظبط وكمان الخليط بقى لونه فاتح. عندي صينيه دهنها زيت كويس جدا او اي ماده دهنيه، رشه من الكاكاو الخام. نزلت بقى بخليط الكيكه في الصينيه، وابتديت ان انا اخبط الصينيه 3 4 خبطات. حطيت الصينيه في الرف الوسطاني وسبت الكيكه لحد ما تستوي. اول ما الكيكه تستوي خليتها بردت كده، يعني تخليها تهدى شويه. بعد كده ان انا هقلبها على طبق التقديم، وابتديت ان انا اعمل فيها فتحات، ونزلت عليها بصوص الشوكولاته، نفس صوص الشوكولاته اللي انا عملته في الكيكه الاولى. افكركم يا بنات بصوص الشوكولاته، عندي كوبايه من الحليب، كمان عندي نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الكاكاو الخام. هنا السكر على حسب ما انت عايزه، انا بضيف من 3 ل 4 معالق، مش بزود اكتر من كده. تمام؟ وكده صوص الشوكولاته بيبقى جاهز. انا بضربه كله في الخلاط وبيكون جاهز. ده بقى بيكون شكل الكيكه. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله تفتح النفس. الكيكه القمر دي ببيضه واحده. ده كان بقى تالت نوع من الكيك. نيجي بقى يا بنات لاخر نوع من الكيك، وهي كيكه خفيفه لذيذه طعمها مميز جدا، كيكه الفروتي بنكهه البرتقال. شايفين ما شاء الله شكلها ازاي؟ ولونها كمان خطير جدا، طعمها كمان مميز جدا. عملت بقى كيكه الفروتي ازاي؟ اول حاجه عندي بيضتين بدرجه حراره المطبخ، رشه من الفانيليا، كوبايه من السكر، وهبتدي اضرب كله مع بعض لحد ما السكر يدوب تماما. اتاكدت بقى السكر داب تماما، هبتدي بعد كده انزل ببقيه المكونات. بس بعد كده يا بنات نزلت بكوبايه من الزيت، وكمان عندي كوبايه من الحليب يكونوا بدرجه حراره المطبخ. تمام؟ بعد كده عندي معلقه صغيره من فروتي بنكهه البرتقال، معلقه صغيره مش هزود اكتر من كده. هبتدي اضرب المواد كلها مع بعض، وهنشوف الخليط لونه فتح ازاي، واللون كانك حاطه عصير برتقال. كده المواد السائله بتكون جاهزه، هسيبها على جنب وهبتدي اجهز المواد الجافه. عندي كوبايتين من الدقيق، معلقتين من النشا، رشه من الملح، معلقه كبيره من البيكنج باودر. نقلب كله مع بعض، وهبتدي انزل بالمواد الجافه على المواد السائله. نضرب بقى كويس لحد المواد الجافه ما تختفي تماما. بعد كده هجيب القالب اللي انا هسوي فيه الكيك، قالب صينيه زي ما تحبوا، دهناه اي ماده دهنيه، سمنه او زيت، معفره بمعلقه دقيق. بعد كده نزلت بخليط الكيك، وهبتدي اخبط الصينيه 3 4 خبطات، مش عايزه اي هوا زياده في الكيك. هبتدي ان انا احطها في الفرن في الرف الوسطاني لحد ما تستوي. اول ما تستوي زي ما قلنا ما نخرجهاش من الفرن على طول، يعني بنات نسيبها بعد التسويه في الفرن كده، نطفي الفرن ونسيبها حوالي 5 دقائق كده، وبعد كده نخرج الكيكه من الفرن. ايه رايكم بقى؟ شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله تحفه وطعمها مميز جدا. ده كان اخر نوع من الكيك في فيديو النهارده. طبعا الاربع انواع كيك اللي انا قدمتهم في فيديو النهارده موجودين كلهم على القناه، عملناهم كلهم مع بعض. بتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.